الرقية في شهر رمضان. ماذا تفعل الرقية في شهر رمضان؟ وهل من الأحسن أن نرقي في رمضان أو بعد رمضان؟ نقول والله المستعان. من أحسن وأقوى جلسات الرقية للحالات المستعصية هي شهر رمضان، لأن شهر رمضان فيه خير كثير، وهنا تكون الكرة الأرضية كلها مرقية، ويكون ذكر الله 24 ساعة على 24 ساعة، وتنقص فيه المعاصي والآثام والشهوات، ويتمسك الناس بدينهم، ويكون كذلك التضييق على العارض داخل الجسد، لأن الصوم يضيق على العارض في الجسد، ويكون الإمدادات الخارجية اللي يبعثها الساحر للخبيث في الجسد تنقطع تماما. هنايا يضعف الخبيث في الجسد، وهذه فرصتنا للعلاج. شهر رمضان خير كبير، واللي ماشي مداوم على العلاج في شهر رمضان، أنا بالنسبة لي كمعالج وراقي، جلسة واحدة في شهر رمضان تعوض لي 30 جلسة في الأشهر الأخرى، والله خير كبير. والراقي اللي ما يرقيش فيه شهر رمضان يعرف باللي راه مخلي خير كبير للمرضى نتاعو. نورمالمون هنا وين يوقف وقفة نتاع الصح. وبالنسبة للشياطين التي تصفد في شهر رمضان، تصفد الشياطين الكبيرة، أما التي في الجسد تبقى في الجسد وتكمل الخدمة تاعها عادي، وتكمل حماية وتقوية الأسحار عادي جدا كأنه عاد شيئا لم يكن. أنا أنصح كل أخ أو أخت، شهر رمضان فرصتك للقضاء على الأسحار وعلى هذا الخبيث من الأذكار والصلاة والرقية، وكذا تلقى نتائج مذهلة والنعم وفضل من الله. أنصحكم بالرقية شهر رمضان، نصيحة من أخ إلى إخوته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.